فيتقدم الزحف على الصراط المرتفع الطويل الذي قال عنه ابو سعيد الخدري: هو ادق من الشعرة واحد من ذبابة السيف. وقال عنه بعض اهل العلم: مسافته مسافة 7,000 سنة. متى سيصل العبد؟ وكم سيعبر؟ وكم ستخاطره وتخالجه من المخاوف وهو ينظر الى النار اسفل؟ ان سقط ليس له مكان يسقط الا الى النار. والظلمة شديدة، فيتقدم المؤمنون على وجل، يتقدمون، فيتقدم الانبياء، واول امة تعبر الصراط هي امة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فاذا تقدموا وانطلقوا عبر الاوائل وهم يستضيئون بالانوار التي اعطاهم الله، والمنافقون يتأخرون لان الانوار التي اعطوها ضئيلة، فاخذوا يمشون. فعند ان جاز المؤمنون وتأخر المنافقون انطفأت انوار المنافقين، فاصبح المنافقون في ظلمة لا يعرفون اين يمضوا ولا يعرفون كيف يمشون. وهنا الله يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم. النور يسعى ويمشي امامك وعن يمينك، يسعى نورهم بين ايديهم وعن ايمانهم. بشراكم اليوم. الله اكبر ان كنا منهم. انها لسعادة ان كنا منهم. والله اي والله ان فزنا بهذا فنحن سعداء، وان كانت الاخرى فوا مصيبة. ما هي المصائب التي سنلقاها يا اخوان؟ وما هي العقبات التي سنواجهها؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، وذلك الفوز العظيم. المنافقون اذا نظروا الى المؤمنين سبقوا ينادونهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا لعلنا نمشي على ضوء النور الذي أعطيتموه. ما أعظم هذا الهول يا إخوة. ليتنا ما خلقنا وما رأينا الحياة. اي والله وما يدرينا لعلنا من المنافقين ونحن لا نشعر، فنصبح نقول: انظرونا نقتبس من نوركم. يا له من موقف مخيف ومزعج حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بينما هم ينتظرون الفرصة ليمشوا، وإذا بماذا؟ فضرب بينهم بسور، وإذا بجدار قائم يمنعهم من العبور على الصراط. لا إله إلا الله. ما
ما أعظم هذه المصيبة، ما أعظمها. هم ينتظرون فرصة ليعبروا إلى الصراط، وإذا بسور يقوم ويحول بينهم وبين المؤمنين. وإذا رأى المؤمنون قد انقطعت أنوار المنافقين، إذا رأى المؤمنون أنوار المنافقين قد انطفأت، يخافون أن تنطفئ أنوارهم وهم على الصراط وفي تلك الظلمة. عند ذلك يجأرون إلى الله، يدعون الله: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. فيتقدم المؤمنون يا إخوة وأنوارهم بين أيديهم وعن أيمانهم، وهم يخافون أن تنطفئ، يخافون أن تنطفئ كما انطفأت أنوار المنافقين. فيدعون الله: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فعندها يتقدم المؤمنون ويعبرون على الصراط. أما العصاة، أما كثير من العصاة فإن كلاليب الصراط تخطفهم من على الصراط وتهوي بهم في النار، تتحول ذنوبهم إلى كلاليب وإلى خطاطيف، فتخطف الشخص منهم وتهوي به إلى النار. وكل واحد لا يلتفت إلى غيره، مشغول بنفسه، مشغول بحالته، مشغول بما هو عليه، مشغول بما هو فيه، مشغول بموقفه، لأنه ينظر إلى النار وهي تحته، فلو سقط لا يسقط إلا إليها، ويخاف من ذنوبه التي كانت في الدنيا. يا معاشر المسلمين، علينا إن تساقطنا في النار، على أجسامنا إذا تساقطت في النار، على أجسامنا إذا أصبحت طعمة للنار. يا معاشر المسلمين، اللهم رحمك يا رب العالمين، اللهم رحمك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الصراط في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا على الصراط في الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. فإذا تجاوز المؤمنون يا إخوة، تجاوز الصراط، هناك يجمعون في قنطرة بين الجنة والنار، وهناك يستقص بعضهم من بعض في مظالم كانت بينهم، ثم بعدها يتقدمون لدخول الجنة.
ويسألون عن إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا الذين تساقطوا في النار، يسألون الله يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ما أكثر المصائب التي تنتظرنا. ليتنا ما رأينا الدنيا وليتنا كنا ترابا يذرى. اي والله ما قدرنا نزحزح انفسنا يا اخوة، كلما حاولنا نصلح انفسنا عجزنا. هذه هي المصائب. مجتمع لا يعين على الخير، زمان مليء بالفتن، ما ندري ماذا أراد الله بنا في هذا المجتمع الذي كثرت فتنه، نخشى أن نغرق في أوساط هذه المصائب. ما نسمع إلا أخبار مؤلمة ومصائب كثيرة في أوساط المجتمع، ما نسمع إلا جرائم متعددة قست قلوبنا بسبب المعاصي والذنوب. عجزت بنا أعمالنا عند أن ننظر إلى حياة السلف الذين كانوا يعيشون في إطار العبادة. ما استطعنا أن ندركهم بشيء، ما استطعنا أن ندركهم في صلاة ولا في صيام ولا في علم ولا في جهاد ولا في أي عمل ولا في نفقات ولا في شيء. إذا من أين نحن وكيف يكون حالنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.